السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا البنات في قناة وصفات نرشوية. جيت بعد مدة، يعني بعد غياب طويل مدة 4 أشهر. جيت نقول لكم وش هي الأسباب اللي خلتني بعد اليوتيوب. وثاني جبت لكم هنايا عدة وصفات، وصفة برك اللي هي تحلية، وجبت لكم بعض الأفكار ولا بعض التدابير اللي هي تحضيرات رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. البنات ما تنسوش انكم تصليوا على النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ونقول لكم وحشة كبيرة كبيرة كبيرة. ما عليكم غير تكملوا لا فيديو للأخير باه تشوفوا يعني هذه الوصفة وتشوفوا وجوه رمضان. وثاني ما تنساوش انكم تدعموني بجيم وكومنتار، على بالي لا فيديو راح تكون صعيبه انه باه تطلع، بيسك يعني هذا المده تاع الغياب راح يعاقبني عليها اليوتيوب. على هذاك نحبكم انكم تعاونوني بالجيم والكومنتار. ونقولوا بسم الله نبداو. اول حاجه نبداو كيما كل رمضان اني نوجد تشينا. يعني كيما نعرفوا دركا تشينا وقتها، ومن بعد يعني راح يروح وقتها، سي بورصا راح نوجدها. واش ندير لها؟ يعني نجيب يعني هنايا تشينا تاع طامسه، يعني تاع لي سبيسيال تاع لي يجي بعدا، يعني راهي ماهيش هذيك اللي غاليه، ماشي كيما تشينا. هنايا نورمالمون لقيتها ب10 ميل. جبت يعني هكا كميه ونحاول اني نخبيها. بالنسبه لكيفاه نخبيها والاثار تاعها وانها تقعد لك مده عام ما تبزتش وما يصرى لا والو، يقعد الوقود تاعها كيما راه. راح دوك نخلي لكم رابط الاخر لا فيديو في القناه. وثاني هنايا يعني دوك نقول لكم يعني باختصار واش نديرو. نجيبو تشينا ما تغسلوهاش، بيسكي تغسلوها راح تفسد لكم. تمسحوها غير من الغبره هذيك، وتجيبوا بابي فيلم هكا وتغلفوها، وتحاولوا ديروها بين يديكم باه ما يقعدش الهواء داخل. يعني بين البابي فيلم وبين التشينا نحاولوا تحركوها هكا بيديكم باش البابي فيلم هذا كامل يغطينا الحبه تاع التشينا. ومن بعد نخبيوها في الكونجيلاتور عادي جدا كيما قلت لكم، تقعد مده عام تقريبا. انا نستخدمها بزاف اللي يجي نشتي يجي ناتوريل سيرتو تاع التشينا. وثاني نديرها للتحليات. وكيما التحليه تاع اليوم راني درتها بتشينا بعدا. وش هو هنا التشينا واش ديروا لها؟ يعني لازم تكون الحبه تاعكم ماهيش هذيك اللي طريه بزاف، وثاني ما تكونش فيها، ما تكونش مضروبه. يعني دوك نعطيك لكم من بعد كيفاه والطريقه، يعني وجميع الاسرار انه ما يصرى لها والو دوك نخليها لكم في صندوق الوصف كيما قلت لكم. وهنايا راني شرحت لكم غير باختصار. هنايا هذه هي الكميه اللي كنت درتها. نروح نخبيها في الكونجيلاتور عادي جدا ما يصرى لها والو. هنايا هذو هما الحبات اللي كانوا بقاو لي، كانوا حبات هكا طريين بزاف يعني طيبين. سي بورصا راح نخدم بيهم. هاي ليكم كيما راكم تشوفوا كيما هكا. وثاني هنا الطماطم كيما نعرفوا من بعد الطماطم راح تغلى، ودركا بعدا بدات تغلى شويه. يعني كانت بسميل، كانت ب5000، ودركا راهي طلعت تلقيها ب14000 سرتو كيما تعرفوا يعني كي يجي وقت رمضان كلشي يطلعوا فيه. هنايا تحاولي انك تخبي كونتيتي سيرتو انه الاخر الطماطم نحتاجوه بزاف كيما لي بيتزا يمشيو بزاف في رمضان، سيرتو الطماطم يمشي بزاف. هنايا حاولت نخبي كونتيتي. انا ما نحبش نطيبها، كاين اللي يطيبها يوجد لاصوص تاع طوماط درك بعد ويديرها. انا لا نحب الطماطم نرحيها كيما راهي ونخبيها هيك، بعد من بعد نجبد ونطيبها كيما نحب. وكل واحد والطريقه تاعو، كل واحد كيما يبغي. بالنسبه انا كيفاه ندير، نحاول اني نحي لها هذيك القشره برك ونروح نرحيها هذا مكان، ونخليها كيما راهي. وقت ما نحتاج الكونتيتي اللي نحبها راني نجبد. والطماطم هنا باه تنحي لها القشره فاسيلمون واش ديري؟ تجيبي ما تخليه يغلي مليح، لازم يغلي، وتروحي تلحي الحبات تاع الطماطم تاعك، تخليهم 5 دقائق هكاك في الماء هذاك يغلي، وتنحيهم لثم القشره تاعك راح تتنحى فاسيلمون. ونروح نرحيه هذا مكان. كما قلت لكم كاين اللي يحب يوجد لاصوص طوماط، كل انسان حر. انا ما نحبهاش، نحب نوجد هكا. ووقت ما نحب راني نجبد الكونتيتي هذيك تاع الطماطم ونوجد لاصوص طوماط تاعي. كاين اللي يخبيها في لي كوبلي، كل واحد كيفاه يحب يخبيها. انا نشتي نخبيها في لي ساك كونجيلاسيون كيما هكا. اولا ما تديليش كونتيتي، اولا ما تديليش ماشي كونتيتي، اولا ما تديليش اني مساحه بزاف في الفريجيدار.
كيما هكا. ولي ساك كونجيلاسيون هذو راهم ملاح بزاف، يعني يحافظوا لك على اي حاجه تخبيها فيها، يحافظوا لك عليها كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. تحاولوا بركي تقفلوهم تخليوهم تخرجوا منهم الهواء. دوك نعت لكم كيفاه. ونروح نخبي لاصوص طوماط هذيك اللي عندي. يعني كل ما نخرج هكا ونلقاها يعني هبطوا لها شويه في البري. كيما انا هنا لقيتها ب5000، كنت جبت كونتيتي واحد 2 كيلو هكا وخبيتها. لي ساك كونجيلاسيون هذو هما تلقاو فيها كاين لي هكا ب12000. وكل كيفاه نقولوا كل سيبيرات وكيفاه يبيعوا لي بري تاعها. كيما انا لقيتها ب12000. كما قلت لكم يعني حافظوا لنا على المساحه تاع الفريجيدار. تخبي كيما تحبي، ديريهم هكا فوق بعضاهم. وشي هو انا الغلطه اللي كنت درتها هنايا، انا كي كنت حطيتهم في العوج، يعني كي جمدوا لي في العوج. من بعد هنايا جيت لهذيك التشينه هذيك اللي كنت قلت لكم قعدت لي نحي لها لوزاست. ثاني لوزاست نخبيه. كما نعرفوا لوزاست نحتاجوه بزاف، سواء في لي موسكوتشو في لي صابلي اي حاجه نحتاجو بزاف لوزاست. هنايا اكيد التشينه تاعي كنت غسلتها ومسحتها مليح، ونجي نحي لها هذاك لوزاست ونروح نخبيه. كيف هنا خبيت الشابلور اللي هو الخبز اليابس. هنايا الكونتيتي تاع الخبز اللي كانت تقعد لي نلمها نخليها تيباس، من بعد نروح نحطها. انا لازم نخليها تيباس، من بعد بها نروح نديرها في الكويزينيار نحمرها. كاين اللي الخبز تاعو ديريكتومون هو هكاك طري ويديروا في الكويزينيار. لا يعني انا ما تعجبنيش هذيك الطريقه. نحتاج الخبز تاعي يكون يابس، من بعد نروح نحطه في الكويزينيار يحمر لي شويه ونجيب نرحيه. كاين اللي يحيي في لاشوار، كاين اللي يهرسو، كل واحد والطريقه تاعو. انا نشتي نهرسو، نحب نهرسو ومن بعد نفوتو على السيار بهذه الطريقه. كيف ما هو حطيته هكا في لي ساك كونجيلاسيون. ولا على حساب واش نحب نجبد راني نجبد الكونتيتي اللي نحتاجها راني نجبدها. كيف ما هو نحطه في الكونجيلاتور، ماشي نحطوه لتحت. هاي ليكم هنا هذا هو وش وجدت. كنت درت تشينا، درت هكا طماطم، ودرت الخبز اليابس. يعني هذو هما الحوايج اللي نحتاجوهم بور لو مومون. وهاي ليكم تشينا هنايا كي حطيتها. هنايا نجي ندير الجي تاعي تاع تشينا. بالنسبه للجي تاع تشينا انا كيفاه موالفه نخدم 2 حبات تاع تشينا بحبه قارص. هنايا كنت درت غير تشينا، هذا مكان درت لها كونتيتي تاع السكر ودرت شويه تاع الماء. نخليهم هكا نرحيوهم. اني هنا درت السكر يعني على حساب الحلاوه تاع اللي تحبيها انت. هو يعني مادام جي ناتوريل نورمالمون نقصوا شويه السكر. وكما قلت لكم هنا ندير مع الاول شويه برك تاع الماء بهنا يترحلنا مليح هذاك الجي. من بعد باه ندير من بعد باه كيما كل واحد كيف يحب الجي تاعو، سواء ثقيل ولا خفيف. هنا نجيو للتحليه تاعنا. بالنسبه للتحليه تاعي واش نحتاج فيها؟ نحتاج كاس ونص تاع الحليب، الكاس اللي هزلنا 220 مليلتر. نحتاجو 2 مغارف يعني هنايا درت 3 مغارف سكر، ودرت مغرف تاع كاكاو ومغرف ونص تاع فارينه ولا نشا، كل واحد كيف يحب. وهنايا كي قلت لكم سواء بعد كيف تحبوا ديروا فيها اوبتيلا ولا تحبوا ديروا شوكولا كيما تحبوا. هنايا بالنسبه للحليب راني درت كاس، من بعد نزيد ندير نص كاس. كيما قلت لكم درت كاس ونص تاع حليب، درت مغرف تاع كاكاو، ودرت مغرف ونص تاع نشا. يعني كل كاس يهزلنا مغرف سواء نشا ولا فارينه، كل واحد كيف يحب. انا نشتي في التحليات نستعمل فارينه احسن من نشا. نخلطوهم بارد في بارد ونحطوهم على النار هاديه مع استمراريه التحريك. لازم نحركو ما نحيوش يدينا على النار. وبعد ما يثقل لنا شويه الخليط نجيو هنايا نديرو واش نديرو. هنايا نجيو راحت لي الهضره سمحوا لي. كيما قلت لكم راني عندي بزاف ما درتش المونتاج. نجيو هنا نديرو شوكولا تاع الطلي، نديروها مع الاخير ما نديروهاش مع الاول. وكيما قلت لكم سواء تحبوا ديروا شوكولا تاع الطلي ولا ديروا الاخر ولا ديروا شوكولا تاع حبات عادي كيما تحبوا. وهنايا من الاحسن تشريو اوبتيلا احسن من الماكسه راهي ماهيش مليحه، ما تعجبنيش. تعجبني الاوبتيلا تاع الاوبتيلا احسن. وتجيو ديروها في ليفيرين كيما تحبوا.
والطبقه هذه تحطوها في الجدار تخليوها تبرد مليح. انايا الطبقه هذه ما خليتهاش تبرد مليح، لوحتها ديريكتومون بيسك راني كنت مزروبه. التحليه هذه كنت درتها روطار مع المغرب ومن بعد قالوا لي ديريها لنا نحتاجوها درك. كيما قلت لكم هنايا واش درت هنا، درت كريم شانتيي عادي، كاس تاع كريم شانتيي بكاس تاع الماء يكون بارد نخلطوهم مليح. مع الاول درت كاس تاع شانتيي مع نص كاس تاع ماء، نخلطهم مليح حتى نشوف باللي لا كريم شانتيي تاعي باللي راهي مليحه. لثما باه نكمل نص دوزيام بيسك انا كريم شانتيي هذه جبتها من السيبيرات كنت تخوفت منها، يعني درت غير نص كاس برك تاع ماء. نجيو نديروها فوق الطبقه الدوزيام. هنا راحت لي كيف كنت درتها فوق الطبقه الدوزيام عادي جدا، يعني الطبقه هذيك بعد ما بردت لك تبرد لك مليح. جيو ديروا الطبقه هذه كيما قلت لكم انا ما خليتهاش تبرد مليح، لوحد ديريكتومون شونتيي تخلطت لي شويه بين الطبقه الاولى وبين الكريم شونتيي. هنا نجيو نديروا الطبقه الطروازيام كيف نخليو الطبقات الاخرين هذوك يبردوا مليح ونجيو نديروا الطبقه هذه. جبت كاس ونص تاع الجيلي كنت حضرته، درت معاه مغرف كبيره تاع الاخر تاع نشا ولا فارينه كيما قلت لكم كيما تحبوا. ودرت السكر، هنا السكر على حساب لوغو تاع الاخر تاعك، على حساب يعني الحلاوه تاع التشينه تاعك. انا درت غير مغرف بس كنت درت في الجيتاي كنت درت السكر قبل. ونجيو هنا نديرو لوزاز تاع تشينا ولا ديري لاغوم ولا كل واحد كيف يتحب. بالنسبه انا هنا لاغوم راهي كيما قلت لكم هنا لاغوم راهي تمد لك لا كولار او ميم طون، يعني لوغو تمد لك لا كولار اللي هي اغوم بليس هذيك اللي تعمروها ب 10000 نخلطوا بارد في بارد ونروحوا نحطوها على نار هاديه كيف مع استمراريه التحريك. بعد ما دير لي بعد ما نشوفوا باللي ثقال لي شويه الخليط نحيو على النار، نديروا مغرف صغيره تاع زبده ونروحوا نديروه بالميكسر نخلطوه بالميكسر باه يرجع لنا الخليط تاعنا ليس كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. ومن بعد نجيو نخليوه يبرد شويه برك ونجيو نديروه فوق الطبقه هذه. بيسكو كان ديريه وهو سخون راح يتخلطوا لك الطبقات، يعني من الاحسن تخليه يبرد شويه ونديروه فوق الطبقه التروازيام ونخليوه يبرد. والتزيين بعد يكون اختياري. هنايا كيما قلت لكم يا البنات بالنسبه يعني واش هو سبب تاع الغياب تاعي، كانت ماما دارت اوبيراسيون ربي شافيها يدعيو لها كامل، كنت دارت على يدها على العصب تاعها ويني كان جاتني شوي صعيبه اني غير انا اللي طفله في الدار وكما تعرفوا انا هي اللي قايمه بكلش في الدار. وثاني كنت مع القرايه مع لي كونترول يعني جاتني شويه بريسيون في هذا لو طون. سي بور سا ما كنتش ننشر معكم بزاف يعني الدار والقرايه وثاني ماما مريضه، يعني كيما قلت لكم جاتني بريسيون بزاف على هذاك ما قدرتش اني ننشر. وش نقول لكم من هذا المنبر حسيت بوحده انها تكون خدامه وممتو يعني تكون بين الخدمه والدار، يعني يا رب يكون معاكم بيسك راني جربتها دركا وحسيت يعني انها تكون صعيبه بزاف، سيرتو مع مرا عندها الاولاد وكلش راح تجيها يعني صعيبه بزاف، ربي يكون معاهم وصاي. كيما قلت لكم هنا نرجعوا للموضوع تاع الموضوع تاعنا اللي هي التحليه تاعنا. كيما شفتوا بعد ما خليتها بردت التزيين تاعنا يقعد اختياري، كنت ربيت هكا تاع شويه تاع شوكولا وحطيت ثاني فوقها حبات والتزيين يقعد اختياري. قادره تجيبيني حبه تاع التشينه تاعك تقسميها هكا على نص تحطيها ولا ديري غير لوزز كيما تحبي. وهنا لوغو يجي هايل بيسك يعني شغل بين الحموضه هكا شويه تاع التشينه وبين الحلاوه تاع الشوكولا تجي هايله واحد البنه عالميه، ماذا بيا تجربوها كامل. وهنايا هاوليكم هنا الجي كيف كنت قدمته مع التحليه كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. وكما قلت لكم يا البنات وصلنا لاخر لا فيديو، هنا نت لكم برك القوام تاعها كيفاه تجي يجي قوامها هايل. كما قلت لكم يا البنات ما تنساوش انكم تدعيوا الماما مسكينه تدعيوا لها بالشفاء في كيما يقولوا دعوه 40 غريب مستجابه. وثاني ما تنساوش انكم ديروا لي جيم باه تطلع لا فيديو. وثاني اسمحوا لي شويه كيما قلت لكم راني نسيت شويه في المونتاج سي بور سا جاتني شوي صعيبه. ونقول لكم ان تهلاو في روحكم وفي امان الله وبالسلامه.